الرحمن الرحيم. الفيديو اللي كان المرة اللي فاتت كان شرح ازاي تدخل بوت على الفلاشة وتدخل على اسطوانة الصيانة المخصصة للصيانة. تمام كده، مستر فيروس فيرجن 4. تمام. طيب، وادي البرامج بتاعتنا هنا والبرامج هنا. دورنا بقى دلوقتي ان احنا هنشرح لك ازاي تستخدم البرامج دي وشرح كل برنامج فيها. تمام كده، يلا هنبدأ كده. بسم الله. هو اول حاجة مبدئيا الجهاز ده، ادي المواصفات بتاعته. ده كور اي 5 جيل سابع. تمام. البروسيسور والسرعة بتاعته 3 و5. ودي الرامات بتاعتنا، وده النظام بتاع الويندوز اللي احنا شغالين عليه 64، اللي هو الميني ويندوز. تمام. طبعا الرقم ده مش شغال اصلا كده كده، فسيبك منه. يلا حبيبنا نخش نقسم. واخد بالك، هو هنا اهوت، وفي كمان قفل على السي اهو، وقصة كبيرة كده. طيب يلا عشان نقسم يا باشا، هنعمل ايه؟ مبدئيا انا هشرح لك برنامج التقسيم. بارتيشن ويزارد 12.8 او بارتيشن ويزارد 12.7، كله واحد، نفس الفكرة. تمام. مبدئيا انا عندي هنا الهارد جي بي تي. تمام. طيب لو انا عايز احول الهارد من جي بي تي لام بي ار، احوله ازاي ومن غير ما اخسر الداتا اللي عندي على الجهاز دي؟ تمام كده، من غير ما اخسر الداتا. اول حاجة بعمل كده كليك يمين هنا، ريبيلد كونفرت جي بي تي ديسك تو ام بي ار ديسك اهي. تمام كده، من هنا كده كليك يمين، كونفرت جي بي تي ديسك تو ام بي ار ديسك. كده كده الهارد عندي بقى ام بي ار. طيب معلش، هل بعد ما تعملوا ام بي ار كده هيشتغل على نفس الويندوز اللي موجود عليه؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لان الهارد الويندوز اللي عليه ده جي بي تي. تمام. ما ينفعش يشتغل على ام بي ار، فانت لازم سيادتك تحول الهارد لام بي ار. تحوله ام بي ار، وبعد ما تحوله ام بي ار تثبت ويندوز جديد. لازم تثبت ويندوز جديد، مفيش اي طريقه تشغله لك على كده. فهتضطر انك تعمل ايه؟ هتقسم بقى الهارد، هتحذف طبعا الريكفري بقى والبرشامات اللي هي المساعده الصغيره دي، كل ده ملوش لازمه. تمام كده. هتعمل هنا كده ديليت، نفس الليله برضو هنا كده ديليت، وادي البارتيشن ده ديليت، وتسيب اللي عليه الداتا بتاعك. تمام كده يا حبيبنا. وادي المسافه ديت 100 جيجا، هي دي اللي هتكون للويندوز عندي، وده للداتا ملناش علاقه بيه. تمام كده. مبدئيا تضغط هنا كليك يمين كاريت، وتقول له اوكي. طبعا تقدر تكتب هنا ويندوز 10 مثلا، وتضغط هنا اوكي. كده تقسم عندي اول بارتيشن. انت مالكش علاقه هو دي ولا سي ولا بتاع، كل ده ملوش لازمه. ليه؟ لان انت عشان في بيئه وهميه، ففي بارتيشنات هنا واخده الليبل، يعني ده واخد سي ملناش علاقه بيه. المهم ان ده البارتيشن اللي عليه الداتا، وده البارتيشن الاولاني اللي في الهارد. يبقى تضغط عليه هنا كده كليك يمين، سيت اكتف وهو اصلا ام بي ار. يبقى انت كده امورك تمام. ناقص حاجه واحده بس، تعمل ريبيلد ام بي ار. تمام كده. كده الهارد بتاعك بقى ام بي ار، ومهيئ ان انت تنزل عليه ويندوز ام بي ار. تمام كده حبيبنا. طيب ادي الابلاي اهي، تضغط هنا ابلاي، وبعد كده يس. هتلاقي كده قسم لك الهارد بتاعك ل ام بي ار، ومهيئ ان انت تنزل عليه ويندوز على بارتيشن واحد اهو. تمام. طيب طريقة تثبيت الويندوز دي خليها دلوقتي على جنب عشان ما تتوهش مني. يبقى احنا هنشرح دلوقتي الطرق بس اللي خاصة بالبارتيشن ويزارد. تمام. طيب عايزين نخلي الهارد ده يقرا ويستقبل معايا ويندوز جي بي تي، وهو اصلا ام بي ار. تمام. طيب هتضغط هنا كليك يمين، كونفرت ام بي ار ديسك تو جي بي تي ديسك. تمام كده. خلاص كده بقى الهارد جي بي تي اهو. طيب هل هو كده جي بي تي هينفع انك تشتغل على الويندوز اللي عندك اللي موجود هنا اللي انت مثبته؟ لا، ما ينفعش. لازم تفرمط برضو السي اللي هو ده، وتنزل ويندوز جديد يكون جي بي تي زي كده. تمام كده يا حبيبنا، لازم تنزل ويندوز جديد. خدت بالك من النقطة دي؟ مهمة جدا جدا. طيب كده جي بي تي اهو. وبالنسبة للبارتيشن ده، انت تقدر وانت بتثبت ويندوز جديد ان انت تدخل تعمل له حذف وتثبت ويندوز جديد عادي براحتك جدا، مفيش اي مشاكل. اما لو انت عايز تثبت تقسم الهارد نفسه وتخليه مهيئ للويندوز، هتضطر انك تعمل كليك يمين ديليت اهي،
طبعا انا عملت لك من شويه الطريقه اللي هي تخلي البارتيشن السي مهيئ للويندوز على الام بي ار، صح؟ دلوقتي انا هعملها لك على الجي بي تي. كليك يمين ديليت، وبعد كده كليك يمين كاريت اهي، وتختار، ركز في دي عشان النقطه دي مهمه قوي قوي قوي. طبعا انا عندي الاضاءه هنا مش واضحه قوي، بس ايه معلش بستحملوني. تختار هنا كده اول حاجه فات 32. ليه؟ لان البوت لودر نفسه بتاع الجي بي تي بيبقى على فات 32. واللي انت هتعمله هنا هتكتب اي اف اي. مش لازم على فكره، مش اجباري، دي اختياري، بس انا بكتبها عشان يبقى ظاهر قدامي ان البارتيشن ده بتاع كذا، بتاع البوت لودر. تمام. طيب بعد ما تختار دي وتختار هنا فات 32، تعمل ده كده اهو، وتخليها هنا مثلا 500، بس هنا لازم ميجا مش جيجا بايت، ميجا، وادي 500. تمام كده، وتقول له اوكي. وبعد كده كليك يمين هنا على نفس البارتيشن اللي هو ده البوت لودر نفسه، كليك يمين شينج بارتيشن تيب اي دي. تمام كده، تضغط عليها كده وتختار من هنا بدل ما هو كان ام بي ار هتخليها اي اف اي. اي اف اي اللي فوق دي خاصه بالام بي ار، اللي تحت دي خاصه بالايه، بالاي اف اي. تختارها كده اللي هي جي بي تي عامه، واوكي. تمام كده يا حبيبنا. تيجي بقى بعد كده على السي ده، كده السي بقى اللي انت هتنزل عليه الويندوز بتاعك. كليك يمين كاريت، وتكتب هنا كده ويندوز، وبعد كده تقول له اوكي. هياخد المساحه كامله، وادي الاوكي اهي ابلاي، وبعد كده اوكي. تمام كده يا حبيبنا. دي كده طريقه تقسيم الهارد وتهيئته لتنزيل الويندوز عليه، سواء ام بي ار او جي بي تي. واضحه كده الرؤيه دي؟ نكمل في فيديو تاني باذن الله.